ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده زبادي. زي ما انتوا شايفين كده زبادي متماسك جدا، وشايفين قلبت الكوبايات قدامكم كده زي ما انتوا شايفين، ماسك نفسه ومش هيتحرك كده من مكانه خالص. هعمل زبادي بالفراولة وزبادي كمان سادة. اول حاجة كده انا جبت اللبن، ده لبن بلدي بخيره يعني. حطيت ده 3 كيلو لبن، حطيتهم في حلة وحطيتهم على النار. طبعا التقليب ده كان قبل ما اولع عليه النار يعني. بعد ما شغلت النار ما قلبتهوش خالص، سبته لحد لما يبدأ ان هو يغلي. هنعمل النهارده اللي بالفراولة هنعمله باكو من الجيلي، ومع علبة زبادي فراولة. واللي السادة ده هنعمله سادة كده من غير حاجة. دلوقتي اللبن بدأ اهوت في الغليان، مش بقلبه خالص علشان عاوزاه يعمل الوش ده كده عشان نشيل الوش من عليه. لازم تفضلي جنبه علشان لما ما يفرش منك ويبوظ الدنيا. اول لما يفور كده من الجناب زي ما انت شايفه كده هتطفي عليه النار على طول. هتسيبيه يهدى لمدة ربع ساعة، وتعالى نجهز الادوات بتاعتنا اللي هنشتغل بيها. انا هشتغل في المكنة بتاعة الزبادي، وكمان هشتغل في الصينية زي ما انتوا شايفين كده. اول حاجة جبت اللبن وهقسمه على طبقين يعني. هقسم اللبن ده كيلو ونص وكيلو ونص، علشان الفراولة وعلشان السادة. هبدأ دلوقتي اشيل الوش بتاعه، والوش بتاعه ده احنا هنستخدمه في الزبادي السادة عشان يخليه دسم كده وطعمه حلو ويدوله قوام كريمي. انا كنت رايحه اشتغل في اللبن كده، بس بصراحه لقيته سخن لسه وبيطلع بخار كده زي ما انتوا شايفين، فسيبته يهدى كمان شويه. فكان لازم اسيبه يهدى كمان شويه. قسمت كده هوت نصين. جبت النص الاولاني زي ما قلت لكم كده في الاول، انا هسيبه يهدى الاول. انا مش عاوزاه يكون سخن قوي ومش عاوزاه برضو يكون بارد، عاوزاه يكون دافي كده وحلو. هبدأ اشيل من اللبن اللي انا قسمته ده، هشيل حوالي كوباية او كوبايتين. هشيل من فوق وش اللبن او القشطة اللي انا شلتها من على وشه دي. فتحت العلبة وكنت رايحة احط، بس لقيته سخن فقلت لا هصبر عليه شوية كمان. زي ما انتوا شايفين كده. هشيل بقى علبة الزبادي ديت حوالي معلقتين كبار، هحطهم كده على اللبن اللي انا شيلته اللي هم حوالي كوباية او كوبايتين على وش اللبن. هاخدهم وهحط عليهم كمان معلقة سكر، ممكن تستغني عنها وممكن تستبدليها بمعلقة عسل نحل. احطهم في الخلاط وهضربهم كويس جدا لحد لما كل المكونات تختلط مع بعضها، ويبقى القوام ناعم كده زي ما انتوا شايفين. هضيفهم بقى على اللبن، على بقية كمية اللبن، وهقلبهم كده كويس مع بعض علشان الزبادي آه، يندمج كده مع كل اللبن، وكل اللبن كده يبقى اختلط بالزبادي. هعبيهم بقى كده في الكوبايات، وهركنهم على جنب لحد لما ابدا اعمل بقية كمية الزبادي اللي بالفراولة. طبعا ما ينفعش نعمله غير في كوبايات ازاز، او اللي برمة اللي هي الفخار. ما ينفعش تعمل في كوبايات بلاستيك ابدا ابدا، ولا ينفع يتعمل في اللي هي الكوبايات بتاعه الزبادي دي. خلاص خلصت الزبادي العادي، هبدأ بقى اعمل الزبادي الفراولة. جبت بقيت كمية اللبن، شلت برضو كوبايتين زي ما عملت في التاني بالظبط، شلت كمان كوبايتين. حطيت عليهم كوباية الزبادي اللي بالفراولة، وحطيت عليهم باكت الجيلي الفراولة، وهقلبهم كده مع بعض وهشيلهم برضو في الخلاط. ده مش هضيف عليه سكر لان باكل الجيلي بيبقى مسكر. ضربتهم في الخلاط لحد ما بقى القوام كريمي وناعم معايا كده. ضفته على بقية الحليب، وهقلبه برضو بنفس النظام علشان يندمج كله مع بعض. هبدأ اعبيه برضو في الكوبايات. عبيته كده بالشكل ده. مليت المكنة بتاعة الزبادي، حطيت فيها 7 كوبايات، والباقي كده رصيته جنب اخواته كده في الصينية. هبدأ دلوقتي اجيب رتل ونص من المية، اللي ما تكونش ان هي غلت او ما تكون يعني ايه، تكون سخنة مش مغلية قوي يعني. وهبدأ افضيها كده في الصينية، واجيب فوطة وابدأ اغطي بيها وش الزبادي. زي ما انتوا شايفين كده دلوقتي انا بفضي المية.
وماكينة الزبادي حطيت فيها ال7 كوبايات بتوعها، وغطيت الغطا بتاعها وشغلتها كده. خلاص فضيت المية على الزبادي وجبت الفوطة وغطيتها كده بالشكل ده، وهشغل الفرن لمدة ربع ساعة او مدة 10 دقايق، تحط ايدك فيه كده تستحملها يعني. وبعدين ادخل فيها الزبادي. هو بيقعد 8 ساعات. انا بصراحة ما قعدش معايا 8 ساعات، انا كنت شغالة فيه من الساعة 10:30. ساعة السحور الساعة 3:30 كان متماسك معايا وبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وكمان ماكينة الزبادي طلعت برضو الزبادي متماسك وحلو جدا جدا. وشايفين بقى القوام بتاعه كريمي قوي وحلو جدا، وطعمه احلى من بره كتير بكتير. طعمه حلو قوي قوي. آه، اشوفكم على خير بقى في فيديو جديد.